بنت اكتشفت بالصدفة كتاب فرعوني قديم موجود تحت مقبرة خوفو في الهرم الأكبر، واكتشفت ان الكتاب ده فيه كل أسرار عالم الفراعنة، وان الكتاب ده فيه تعاويذ، وانه كتاب ملعون ويعتبر كتاب أقوى بكتير من كتاب شمس المعارف. فيا ترى ايه قصة الكتاب ده بالظبط؟ وتفتكروا مين اللي كتب الكتاب؟ والبنت دي بعد ما اكتشفت الكتاب هتعمل بيه ايه بالظبط؟ تعالوا بقى لما نحكي قصة البنت دي من البداية لحد النهاية. البنت بتبدأ قصتها وبتقول أنا اسمي سماح، عندي 26 سنة، بحب جدا كل ما هو له علاقة بالماورائيات والحاجات الخارقة للطبيعة، خاصة أسرار تاريخ الفراعنة وعالم الفراعنة، اللي أنا متأكدة إن في حاجة غير طبيعية حصلت في العالم ده، وإن هما مش مجرد بني آدمين عاديين كده زينا كانوا بيعرفوا يبنوا وكانوا كويسين في الهندسة وفي التاريخ والكلام ده. لأ، أنا حاسة إن كان في حاجة غير طبيعية بتحصل في الوقت ده، وهي دي اللي ساعدتهم وخلتهم يبقوا بالشكل ده. وسط ما كنت بدور وبقرا كتير قوي في كتب التاريخ اللي ليها علاقة بعالم الفراعنة وبحياتهم وبدنيتهم، اكتشفت حاجة كده بتقول ان كان في كتاب في الوقت ده او في الزمن ده اسمه كتاب تحوت، وان في برديات كتير قوي بتقول ان كل الاسرار في عالم الفراعنة موجودة في قلب الكتاب ده، وان الكتاب ده فيه ايه هو الخلاصة، حتى اسرار لعنة الفراعنة موجودة في قلب الكتاب ده، وان الكتاب ده مدفون في مقبرة خوفو في الهرم الاكبر. فانا قررت اني اقرأ اكتر واعرف اكتر عن الكتاب ده. لما قعدت ادور عرفت ايه هو تاريخ الكتاب ده من البداية خالص، واللي عمل الكتاب ده هو الاله تحوت. الاله تحوت هو اله الحكمة في عصر الفراعنة، وان هو اللي كتب الكتاب ده وحط فيه كل التعاويذ بتاعة السحر العادي والسحر الاسود والسحر اللي اكبر من السحر الاسود، حط فيه كل التعاويذ اللي تخص عالم البشر وعالم السماء والعالم السفلي. كل التعويذ اللي ممكن تتخيلوها اتكتبت في الكتاب ده. خلال التعويذ اللي موجودة في الكتاب ده تقدر من خلاله تسحر السماء والأرض والبحار والمحيطات، وتتعلم لغة الطير والحيوان، وتقدر ان انت تتحكم في أهل السماء وكمان أهل العالم السفلي. ده غير ان انت تقدر ان انت تشوف عالم البحار بالكامل وتعرف كل الأسرار اللي موجودة داخل البحار والمحيطات. ده غير ان انت من خلال الكتاب ده تقدر تشوف الإله رع بذات نفسه، كل الآلهة المصرية القديمة. فطبعا كتاب زي ده كان بالنسبة لي حاجة انترستنج جدا، فبدأت أقرأ عن تاريخ الكتاب ده، مين اللي قدر يوصل له، والكتاب ده مصيره وصل لحد فين. بداية نشأة الكتاب ده زي ما احنا ما قلنا هو الإله تحوت، كتب الكتاب ده وحط فيه كل في العالم كله، سواء عالمنا أو عالم السماء أو العالم السفلي أو العوالم الخارجية اللي موجودة حوالينا، كل حاجة اتكتبت في الكتاب ده. وبعد كده راح دفن الكتاب ده في مكان سري عشان محدش يعرف يوصل الكتاب ده نهائيا. ولكن الغريبة ان انا لما دورت في الموضوع عرفت ان في كذا حد بعد الاله تحوت قدر ان هو يوصل للكتاب ده. اول واحد فيه هو الشخص قدر ان هو يوصل للكتاب ده من بعد ما الاله تحوت خفاه، وهو الاله فركاب بتاح، وده كان اول شخص يقدر يوصل لكتاب تحوت من خلال ان هو كان شخص غاوي جدا ان هو يعرف عن التعويذ السحر نفسه، وكان واحد من اكبر الكهنة في العصر ده. فقابل شخص، يعني شخص جديد قابله في رحلته، فقال له مش انت بتحب التعويذ وشخص غاوي سحر؟ طب ايه رأيك ان انا هدلك على الكتاب ده تقدر من خلال انت تتحكم في كل حاجة، اهل الارض واهل السماء واهل العالم السفلي، وتقدر ان انت تتحكم في عالم البحار وتفهم لغة الطير والحيوان، وكمان تقدر تشوف الآلهة القديمة زي الإله رع ذات نفسه. فطبعا نفر كاب بتاح الموضوع، يعني ايه زغلي العينه قوي، لان كده لما امسك الكتاب ده هبقى اكبر واحد في كل حاجه، لان هبقى الكل في الكل. راح قال له طب قولي على مكان الكتاب ده. فطبعا الراجل في اللي قال له بس انا يعني عايز شويه فلوس كده. قال له هديك كل اللي انت عايزه. فالراجل ابتدى يوصف له على مكان الكتاب، قال له ان الكتاب ده موجود في وسط البحر في مدينه قفط. قفط دي اللي هي قنا حاليا، ان هو موجود هناك في وسط البحر، وان هو موجود داخل يعني صندوق مصنوع من الذهب، وان الصندوق ده حواليه تعابين كتير قوي،
ولكن اهمهم تعبان كبير جدا، يعني انت اصلا مش هتشوف نهايته، وان هما اللي بيحرسوا الكنز ده. فساعتها الامير نفركاب بتاح قال له ولا تعابين ولا مش عارف ايه، انا هعرف اخلص الليله دي واجيب الكتاب. وراح سابه واتجه في طريقه لمدينه قفط، ووصل هناك للبحر. ومن خلال الخريطه اللي الراجل العجوز ده رسمها له قدر ان هو يوصل ليه مكان الكنز في نص البحر ده. طبعا هو كان اصلا كاهن وكان ساحر، وساحر سحر اسود. فعرف ان هو من خلال تعويذه ما يقدر ان هو يشق البحر ده ويقسم البحر نصين يعني، ويبقى ايه الارض من غير ميه يعني في النص. وقدر ان هو يشوف الصندوق اللي مصنوع من الذهب اللي جواه الكتاب، وشاف التعابين وهي موجودة حوالين الصندوق ده. فقدر ان هو من خلال تعويذة ما بانه يقتل كل التعابين اللي موجودة حوالين الصندوق، ما عدا تعبان واحد بس، وهو كان اكبرهم، وتعبان طويل جدا ملهوش حتى ايه، مش قادر يشوف نهايته. السحر ما جابش نتيجة مع التعبان ده، فالامير قرر بان هو يحاربه، يعني يقطع راسه بالسيف اللي معاه. وبالفعل حارب التعبان وقطع راسه. اول مرة قطع راسه لقى راسه رجع تاني لجسمه، فحاربه تاني وقطع راسه، راسه رجع تاني لجسمه. فما كانش عارف يعمل ايه، خد راسه ورماه في حتة بعيد قوي وبرضه راسه رجعت لجسمه. الله، ده ما بيموتش. فراح قرر ان هو يلقي تعويذة بعد ما يقطع راسه، يلقي تعويذة على الراس عشان ما تعرفش ان هي ايه ترجع للجسم تاني. وبالفعل نجح في حاجة زي كده، وراح وقدر ان هو يوصل للكتاب بتاعه. يعني جاب الصندوق، فتح الصندوق ولقى الكتاب، وكان هو ده اول شخص يوصل ليه كتاب تحوت بعد ما الاله تحوت عمله وخباه في المخبأ ده. ساعتها اول ما الامير مسك الكتاب في ايده ظهر له روح الاله تحوت، وحذره قال له ان انت لو اخدت الكتاب ده هتصيبك لعنة، لعنة هتخليك تتمنى لو انك معرفتش اصلا حاجة عن الكتاب ده، فسيب الكتاب في مكانه احسن لك. ساعتها الامير عاند وقال له بلا لعنة بلا بتاع، انا خلاص مسكت الكتاب اللي هيخليني ابقى سيد الكون كله. وراح اهمل كلام الاله تحوت وخد الكتاب ورجع على المدينة بتاعته. طبعا قرأ التعويذ اللي موجودة في الكتاب، وفجأة لقى نفسه قادر ان هو يفهم لغة الطير ولغة الحيوان، وكمان قدر ان هو يتحكم في كل اهل الارض والسماء والعالم السفلي، وكمان قدر يتحكم في عالم البحار والمحيطات. وكان بصوا يعني ايه سيد الكون كله، وكان هو ايه الكل في الكل، وبقى اكبر كاهن في الكون كله، وبقى حاجة كده ايه كبارة جدا. ومش هو بس، لا كمان زوجته قالت له يعني انت هتاخد العظمة دي كلها لوحدك. فراحت مسكت الكتاب وقعدت هي كمان ايه تقرأ في التعويذ اللي فيه، وبقى هما الاتنين اكبر حد، يعني بصوا الكل في الكل. وهما الاتنين كان ليهم ابن صغير، حتى ابنهم الصغير ده كمان قرأ التعويذ اللي موجودة في قلب الكتاب، وبقى زيه زي ابوه وامه. المهم الحياة كانت زي الفل، عيشة زي الفل، كانوا عايشين حياتهم وبصوا يعني ايه بيعملوا كل اللي هم عايزينه من خلال الكتاب ده. لحد ما قرر الامير بان هو ياخد مراته وابنه على رحلة بحرية. تمام، وطلعوا في الرحلة البحرية دي وكان معاهم الكتاب. ولكن من خلال الرحلة البحرية ديت الام والاب فجأة لقوا ابنهم مش موجود على السفينة، فعمالين يدوروا عليه، لقوا ان ابنهم موجود في نص البحر. يخرب بيتك انت ايه اللي وداك هناك؟ حاولوا ان هم يجيبوا ابنهم معرفوش، والابن غرق في نص البحر من غير ما يعرفوا اصلا هو وصل لهنا ازاي. عدى وقت كده ايه بتاع كام ساعة، والامير كمان لقى مراته اختفت، قعد يدور عليها مش لاقيها، لقاها هي كمان مرمية في نص البحر. بعد ما جابها بيبص لقاها هي كمان جثة. الله، هو انتوا ازاي يا جماعة وانتوش معايا هنا على السفينة؟ ازاي بلاقيكم فجأة في نص البحر؟ مفيش كام ساعة كده والامير لقى نفسه بيترفع من السفينة، وهو كمان ايه اترمى في نص البحر. حاول ينده على الناس اللي موجودين في السفينة معاه حد ينقذه، مفيش. حاول ان هو يقعد يلقي التعويذ اي حاجة ايه تنقذه من البحر، ولكن مفيش، لحد ما هو كمان غرق في نص البحر. وكده بقى الامير ومراته وابنه التلاتة ماتوا في نص البحر. فطبعا التلاتة اتدفنوا، واتدفن معاهم الكتاب بتاع الاله تحت. اتدفنوا في مدينة منف اللي هي الجيزة حاليا. تمام، واتعمل لهم زي هرم صغير كده ايه محطوط فيه التلات مقابر، مقبرة الاب والام والابن. وكده انتهت قصة اول شخص حاول يوصل لكتاب الاله تحوت.
هل هو الشخص الوحيد اللي حاول انه يوصل للكتاب؟ لا. طب هل الناس اتعظت من القصة دي؟ لا. نوصل لقصة الامير التاني اللي مشي على نفس مسار الامير الاولاني، وانه برضه حاول يوصل لكتاب الاله تحوت. هو الامير اسمه امواس، هو اسمه كده، اوكي، خرمواس. ده كان ابن الملك رمسيس التاني، وكان هو كمان واحد كده مهووس بالتعويذ بقى وكل حاجة غير طبيعية والماورائيات والحاجات دي كلها. وسط قراءته وابحاثه اكتشف كتاب الاله تحوت، وعرف ان هو لو املك الكتاب ده هيبقى بقى مفيش حد ولا قبله ولا بعده ولا زيه. لما قعد يدور كتير عرف ان الكتاب ده مدفون مع العيلة اللي هي عيلة الامير نفركاب بتاح، اللي هما مدفونين في مدينة منف. فالامير خرمواس قرر ان هو يروح المقبرة اللي مدفونين فيها ويجيب الكتاب. وبالفعل قال لابوه الملك رمسيس الثاني عن رحلته، فرمسيس الثاني اعترض وقال له بلاش، اللي بيملك الكتاب ده بيحصل له مصايب وبيتلعن، ابعد عن الكتاب ده. ولكن هو ما سمعش كلام ابوه، وطلع في رحلته لمدينة منف اللي هي الجيزة. وصل لحد مقبرة الامير، كان اسمه راح كاف بتاح ده ولا اساميهم صعبة قوي عشان تعرفوا انا ليه بسمي سامح وسماح. المهم وصل لمقبرة الامير ده ودخل ولقى الثلاث مقابر اللي هو مقبرة الأب والأم والابن، ولقى الكتاب مدفون في النص ما بينهم هما التلاتة. وراح أخد الكتاب ده، ولكن قبل ما يطلع من المقبرة بتاعتهم لقى روح الزوج والزوجة والابن طلعوله ونصحوه، قالوله احنا التلاتة دفعنا تمن حياتنا بسبب ان احنا كان عندنا فضول بامتلاك الكتاب ده، بلاش فضولك ياخدك في حتة انت مش عايز تروحها، سيب الكتاب ده مكانه واغوي الشر ده. فراح بصلهم كده وقال لهم انتوا كنتوا هبل، ما عرفتوش ان انتوا تخلعوا بالكتاب ده، ولكن انا يعني هعرف، انا هصرفكوا مني. ومرضاش يسمع التحذير بتاعهم، وخد الكتاب ده وانطلق في رحلته، ورجع ليه المكان بتاعه وراح ليه راح لابوه اللي هو الملك رمسيس الثاني وقال له شفت اديني جبت الكتاب ده وانا شخص سليم ومفيش اي حاجه حصلت لي. ابوه حذره التاني ولكن هو مهتمش بالتحذير، وقرأ التعويذ اللي موجوده في قلب الكتاب ده، وفجأة بقى هو كمان بيملك الارض والسماء والعالم السفلي والبحار والمحيطات، وبقى عارف لغه الطير ومش عارف بقى عارف كل حاجه. ساعتها ظهر له روح الاله تحوت، واداله تحذير، ده تاني تحذير يجيله، وقال له سيب الكتاب ده احسن لك عشان انت متعرفش مصيرك هيبقى عامل ازاي بامتلاكك للكتاب ده. ولكن هو ما سمعش التحذير التاني وانطلق في حياته مع الكتاب ده، وفضل ماسك الكتاب ده بايده وبسنانه، لحد ما في يوم من الايام كان ماشي كده بيتمشى، لقى في بنت جميلة جدا شديدة الجمال، بنت كده اللي هو اول ما شافها كان عمال يريل كده اللي هو جميلة جدا. فراح قالك بس انا عايزها، فراح بعت الخادم بتاعه يروحوا يتكلم مع البنت دي، وقال لها الامير خرمواس عايز ان هو يستفرد بيكي ساعة واحدة، وهيديكي كل اللي انت عايزاه من فلوس ومن ذهب ومن مجوهرات، ولو عايزه يقضيلك اي مصلحه يقضيها لك. انت عارفه ده مين؟ ده ابن الملك رمسيس الثاني حاكم مصر. فراحت البنت الجميله كده بصت للخادم كده وقالت له هو انت فاكرني يعني ايه اللي عايزني ساعه؟ انت عبيط انت والامير بتاعك، لو هو عايزني يبقى يجي يتقدم لي ويتجوزني وساعتها نبقى نشوف الكلام ده. فراح الخادم رجع للامير خرمواس وراح قال له الكلام اللي هي قالته له. فراح الامير قرر بان هو يروح ويتجوزها، وراح لها بالفعل البيت بتاعها، لقى ان البيت بتاعها بيت جميل جدا زي ما تكونوا حتة من الجنة كده، بيت ولا في الاحلام. فقال الله، هي ممكن تطلع بنت حد كبير يعني ولا فراح دخل البيت بتاعها، لقى بيت جميل من جوه وفي خدم كتير وحاجه كده قبها قوي، لحد ما البنت الجميله دي طلعت له قال لها هو انت بنت راجل مهم هنا يعني ولا ايه الحاجات اللي انت عايشه فيها دي؟ فراحت بصت له كده وقالت له انت جاي ليه؟ عايز ايه؟ قال لها انا عايزك ساعه واحده كده بس. قالت له انت فاكرني يعني؟ انت لازم تتجوزني. فراح قال لها ماشي هتجوزك. راحت طلعت عقد من جيبها
وقالت له تمضي على عقد الجواز ده. راح قال لها امضي. فراح مضى على عقد الجواز. قالت له بس انا خايفة من عيالك ومن مراتك الاولانية ان انت لما تموت يطردوني وما يخلونيش اورث معاهم، فانت لازم تجيب مراتك وعيالك هما كمان يمضوا على العقد ده ويعرفوا ان انت بقى ليك زوجة جديدة، علشان لما انت تموت انا يبقى ليا حق في الورث. راح قال لها من عينيا حاضر. وراح جاب مراته وعياله الصغيرين وكلهم بالفعل مضوا على عقد الزواج ده. فراح قال لها ها عملتلك كل اللي انت عايزاه، اخد الساعة بتاعتي بقى؟ قالت له لا، انا خايفة من مراتك ومن عيالك، شكلهم ناوييني على شر، اقتلهم كلهم وقطعهم وارميهم في الصحراء. راح قال لها بس كده، ملك اللي انت عايزاه. وراح بالفعل قتل مراته وقتل كل اطفاله الصغيرين وقطعهم لحتت ورماهم في الصحراء. بعد كده راح رجع لها تاني وقال لها بصي انا عملتلك كل اللي انت عايزاه، اخد الساعه بتاعتي بقى؟ لقى البنت الجميله دي بقت عماله تضحك بهستيريا، وقالت له انا كده عملت اللي انا عايزاه. وفجاه الامير لقى نفسه، يعني لقى البيت الجميل اللي هو كان فيه ده اختفى، ولقى البنت الجميلة دي كمان اختفت، ولقى نفسه مرمي في الصحراء وهدومه كلها دم. بص حواليه لقى مراته واطفاله الصغيرين كلهم متقطعين ومرميين وكلهم ميتين يعني. ساعتها هو رجع لعقله تاني، هو كل ده كان مش في وعيه اصلا. فطبعا حزن حزن شديد جدا عن اللي هو عمله. وساعتها والده الملك رمسيس الثاني جاله وقال له يا ابني مش انا حذرتك من لعنة الكتاب؟ او اللي حصل لك ده بسبب اللعنة اللي موجودة في الكتاب اللي معاك، وهي دي السبب في ان هي خليتك تقتل مراتك وعيالك، وان كل اللي انت شفته ده مش حقيقة. ساعتها الامير خرمواس عرف ان اللي فيها يعني، وراح رجع الكتاب ده تاني في المقبرة بتاعة الامير، تاني لمقبرة الامير نفركاب بتاح وحطها في مكانها. وساعتها روح الامير ومراته ظهروا له تاني وقالوا له احنا حذرناك، ولكن انت يعني كنت اكتر حظا مننا بان انت ما متش. رد عليهم وقال لهم يا ريتني كنت مت، انا كده هفضل عايش بعذاب وبألم بان انا اللي قتلت مراتي وعيالي بايدي، وان انا اكيد مش هنسى حاجه زي كده. وراح مشي وهو حاسس ان اللعنه اللي صابته اوحش بكتير من اللعنه من اللي هو لو كان مات وارتاح، وسايب الكتاب مكانه. كانت تاني قصه. هل الموضوع وقف على كده؟ لا للاسف. في امراء تانيين وكهنة وملوك كتير حاولوا ان هم يوصلوا للكتاب ده، وكان للأسف بتنولهم نفس اللعنة اللي كانت بتيجي دايما لكل واحد يمسك الكتاب ده. وده الكلام اللي سماح اكتشفته من خلال قراءتها عن الكتاب ده. المهم مش سماح كمان تتعظ، قالت لك لا انا عايزة اوصل للكتاب ده، انا همسك الكتاب ده بايدي واعرف ايه قصته بالظبط. ومن خلال الابحاث وسماح كانت عماله تدور كتير، عرفت ان الكتاب ده اتنقل من مقبره الامير نفركاب بتاح واتحط في مقبره الملك خوفو في الهرم الاكبر. ساعتها قالت لك بس انا هروح الهرم وهدخل من جوه وهوصل للكتاب ده. طبعا رحله زي دي ما كانتش سهله خالص بان سماح تقدر توصل لمقبره الملك خوفو، ولكن هي حاولت وبالفعل قدرت ان هي توصل للهرم الكبير وتدخله من جوه بدون علم الحراس اللي حواليه. وقعدت تمشي كتير قوي في الداخل لحد ما قدرت توصل ان هي توصل لممر سري، ومن خلال الممر السري ده مشيت من جوه لحد ما وصلت لمقبرة الملك خوفو، وبالفعل قدرت توصل للكتاب ده. اول ما مسكت الكتاب ده حست زي ما في رعشة كده دخلت في جسمها وحست بخوف، ولكن كملت واخدت الكتاب. واول ما كانت لسه بتخرج من الاوضه اللي كان موجود فيها الكتاب وتطلع بره، ظهر لها روح الاله تحوت وحذرها وقال لها بلاش فضولك ياخدك في حته انت مش عايزه تروحي لها، سيبي الكتاب ده مكانه والا هتصيبك لعنه وحشه قوي. ولكن سماح ما رضيتش ان هي تسمع الكلام، واخدت الكتاب وطلعت بيه من مقبرة الملك خوفو. وبمجرد ما خرجت من المقبرة بتاعة الهرم الكبير، فجأة بتبص وراها لقت الاهرامات ال3 بيتهزوا جامد قوي وكلهم بيتهدوا وبينهاروا. فراحت اخدت الكتاب وقعدت تجري 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 بتحاول ان هي تبعد عن المكان ده لحد ما وصلت لبيتها تاني، وقرأت فيه الأخبار بأن ال3 أهرامات الجيزة كلهم انهاروا
واتهدوا. اخبار كلها بتقول هما مش عارفين ايه سر انهيار اهرامات الجيزة الثلاثة بالشكل المفاجئ ده مرة واحدة، ولكن الشخص الوحيد اللي كان عارف السبب وهي سماح. فقعدت كده وفتحت الكتاب عشان تقرأه وتعيش مغامرتها مع الكتاب ده. فيا ترى تفتكروا سماح هتعمل ايه في الكتاب والكتاب هيعمل فيها ايه؟ هسيبكم انتوا بقى ايه لخيالكم وتقولولي تفتكروا سماح هيحصل لها ايه. وبس كده يا جماعة، دي كانت قصة النهاردة. طبعا كل الكلام اللي انا حكيته ديت اساطير، تمام، اساطير بتتحكي عن عالم الفراعنة. طبعا عارفين ان في اساطير كتير قوي في العالم ده، منها اللي موجود، منها يعني اللي كان حقيقة، ومنها الغير حقيقة، ومنها اللي حاجة ايه ممزوجة ما بين الحاجتين، يعني نصها حقيقي ونصها مش حقيقي. فتفتكروا انتوا بقى اسطورة الكتاب تحوت، هل هي حقيقية ولا مجرد اسطورة؟ وهل الكتاب ده موجود فعلا ولا مجرد اسطورة؟ الجزء بتاع سماح ده جزء مش حقيقي، اوكي، لا، ولكن الاساطير التانية اللي اتحكت اساطير حقيقية. مش اساطير حقيقية بمعنى ان هي حصلت، لا، بس اساطير، فاهمين؟ يعني مش انا اللي مألفاها، لا، اساطير موجودة. فالسؤال هنا بقى، هل الاساطير دي ممكن تكون حقيقية ولا مجرد اساطير خيالية؟ وهل الكتاب ده موجود بالفعل في الهرم الاكبر ولا مجرد اساطير؟ في ناس كتير قوي بتقول ان الكتاب ده بالفعل موجود، عشان كده في كتير قوي من كل انحاء العالم مهتمين جدا بالاهرامات الجيزة، خاصة الهرم الاكبر خوفو، وان هما بالفعل مؤخرا اكتشفوا ممر سري موجود في الهرم الاكبر خوفو. يعني الممر ده موجود بالفعل، تمام، وهم اكتشفوه، ولكن لسه ما وصلوش ايه اللي ممكن يكون الممر ده بيوصل ليه. ده غير ان احنا طبعا ما ننساش حفلة ترافيس سكوت اللي كانوا عايزين يعملوها عند الاهرامات، و يعني ما ننساش المنظمة اللي ما تتسماش منظمة الماسونية، وهم فضولهم الشديد جدا اتجاه الاهرامات الجيزة، وان هم عايزين يوصلوا لاهرامات الجيزة باي طريقة. فهل تفتكروا ان ممكن يكون السر هو وجود الكتاب ده، وان الكتاب ده موجود بالفعل في الهرم الاكبر عشان كده عايزين يوصلوا للاهرامات؟ الله اعلم. يعني انتوا لو عايزين رأيي، الكتاب ده ممكن يكون موجود فعلا، بس مش بالطريقة اللي تتحكي عنه، اللي هو يقدر ان هو يحكم اهل السماء والارض والعالم السفلي، يعني حاجات مبالغ فيها، افوارة جامدة. بس ممكن يكون الكتاب ده موجود بالفعل، وممكن يكون في تعاويذ قوية بالفعل، الله اعلم. السحر كده كده حقيقة، يعني مذكور في القرآن. فانتوا ايه رايكم؟ بس كده دي كانت قصه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. وما تنسوش لو اي حد عنده قصه من تاليفه هو اللي مؤلفها، او قصه قراها في حته، او قصه حقيقيه وعايز نحكيها بطريقتي على اليوتيوب، يبعتها لي على الانستجرام. ولو حد مهتم لو انزل محتوى تاني وقصص تانية على التيك توك، فممكن تروحوا تشوفوها. وبس كده، ما تنسوش تفعلوا الجرس على اليوتيوب عشان انزل قصه جديده انتوا تعرفوا. وباي باي.